السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ عندنا النهاردة قصة او حكاية عن نبي الله عيسى عليه السلام. اللي بيروي لنا الحكاية هو ابن عباس. بيقول: خرجت مع سيدنا عيسى ابن مريم يستسقي الناس، يستسقي بالناس، يعني يدعو ربنا ان هم ينزل عليهم المطر من السماء. فأوحى الله تعالى إلى سيدنا عيسى ألا يستسقي بالناس فإن معك خطاء، يعني قال له ما تطلبش مني السقاية لأني أنا مش هنزل السقاية. ليه يا رب؟ لأني معك خطاء. تمام. فسيدنا عيسى قال للناس كده، فقال: من كان من أهل الخطايا فليعتزل، يبعد يعني عن الناس اللي هتدعي. فاعتزل الناس كلهم جميعا إلا رجل واحد بس، والرجل ده كان مصاب بعينه اليمين. فقال له سيدنا عيسى: ما لك لا تعتزل؟ يعني ليه ما بتعتزلش؟ فبيقول له: والله ما عصيت الله قط إلا إني التفت بعين اليمنى إلى قدم امرأة لم تحل لي، وما كانش بقصد مني، يعني ما كانش مثلا أنا كنت ناوي إن أنا أنظر لها. تمام. فاقتلعتها بيدي، يعني شال يده اليمنى اللي هو نظر بيها للمرأة دي بيده، ولو أني التفت إليها باليسرى أيضا لقلعتها. فبكى سيدنا عيسى عليه السلام حتى ابتلت لحيته بدموعه. ثم قال ايه بقى: ادعو لنا فأنت أحق بالدعاء مني، وإني لمعصوم بالوحي، وأنت لم تعصم قط ولم تعصي قط. فقدم الراجل على سيدنا عيسى عشان خاطر هو يدعي. فالراجل راح رفع أيديه أكفه إلى السماء وقال: اللهم إنك خلقتنا وقد علمت ما نعمل من قبل أن تخلقنا، يعني يا رب أنت خلقتنا وأنت عارف إن إحنا هنعصي، ومع ذلك خلقتنا، فلم يمنعك ذلك ألا تخلقنا، فكما خلقتنا وتكفلت بأرزاقنا فأرسل السماء علينا مدرارا. فبيقول: فوالذي نفس عيسى بيده ما خرجت الكلمات، يعني الرجل ده ما كانش أتم كلماته إلا من فيه، يعني من بقه، إلا وكانت السماء أزالت عزالها وأمطرت عليهم. فسقي الحاضر والبادي. مغزى القصة إن أنت مهما كنت خطاء، ومهما كنت بتذنب، ومهما كنت كثير الخطأ، فربنا رحيم. ربنا عارف إن أنت أصلا هتعصيه، عارف إن أنت أصلا هتخطئ، وعشان كده فتح لك باب التوبة 24 ساعة ما لم تشرق الشمس من مغربها، يعني فأنت عندك فرصة. مترجعش ليه؟ ده الواحد اما بيزعل من حبيبه بيرجع ويبقى عارف ان فيه عشم، فارجع بقى ايه عشان خاطر